مساء الفل يا شباب. تعالوا مع بعض كده نشوف ازاي فايز الهجرة العشوائية دي في لوتري 2023 يقدر يتتبع حالته بعد نزول معلومات الدفعة النهاردة على الموقع الرسمي بتاعهم. خلاص، دي طريقة من 3 طرق ازاي تقدر تشيك على رقم الحالة بتاعتك او التراك بتاعك. خلاص، طيب تعالى اول حاجة هتدوس على اللينك اللي في البوست ده. تمام، هيخش معاك هنا على الصفحة دي. تمام، هتجيب هنا الموقع ده عادي، اول سطر ده هتسيبه زي ما هو، مش هتختار حاجة تانية. هو الإيميجرانت فيزا دي فيزا المهاجرين، وهنا هنحط ايه رقم. طبعا هنختار اي رقم عشوائي ما نعرفش عنه حاجة، ما نعرفش حتى تبع السفارة الأمريكية في اي دولة. نكتب 2023 ده كلكم 2023 اوله، وبعد كده في حرفين عندك AF او AS، وبعد كده في اصفار سيبك منها ما تحطش ولا صفر فيهم. بعد كده تكتب رقمك الحقيقي. مثلا انا هختار 30 مثلا، ده فايز رقم 3030 من قارة افريقيا او مواليد قارة افريقيا. وانت حط رقمك بقى 12100، اكتب 12100، ما تكتبش الاصفار اللي هي ما بين الحرفين والارقام. خلاص، وبعد كده هيجي لك شوية ارقام وحروف حطهم زي ما هم هنا، يبقى TX 9S. خلاص، وبعد كده بدوس سبميت. هنا بيطلع لك بقى ايه الثلاث حاجه من الثلاث حاجات، بس دي طبعا ده واحد ريفيوز. ده اول حاجه طبعا بسرعه كده برضو الخبرات، يعني MRV دي في السفاره الامريكيه في دوله اسمها ليبيريا، دوله افريقيه. الراجل ده عمل مقابله يوم 29/12 اصلا، واخد حاجه اسمها رفض اداري، اما نقص معلومات او تحقق امني. anyway مش هنقدر نعرفها طبعا من هنا، بس ده مش رفض نهائي. ماشي، دي اول حاجه. خلاص، طبعا هو الراجل ده عنده واحد، في حد مش موجود متشال، واضح ممكن يكون برضو يكون عند حد عنده فوق 21 سنة، عشان كده اتشال من القايمة. يعني في قصص كتير كده، مش هي دي، مش فاتحين الفيديو عشانها، بس خلينا ايه يبقى ايه، هو دي الطريقة اللي بنشيك بيها. طيب تعالى، امال ايه طبعا الثلاث حاجات اللي انت كنت حاططهم دول. اتفقنا ان كل الناس اغلبيتهم ما تحددهمش مقابلات، سواء رقمك نزل نشره سواء رقمك ما نزلش نشره وما تحددلكش مقابله، غالبا هيطلع لك دي ما تتفاجئش. يعني ده مثلا رقمه 6000 مقابلته على مصر، جاي له لسه MVC. وهذا يقول لي طب ازاي ده في 11000 و12000 قبله؟ مالكش دعوه بيهم، انت سيرتك وقصتك على حسب الايه الرقم بتاعك والتراك اللي انت بتشوفه. خلاص، طيب لو واحد مثلا ممكن يكون انا نايم في الخط ومش حاسس، لقيتها ان ترانزيت، دي معناها ان حضرتك جالك مقابله او هيجي لك خلال يوم او يومين، وملفك في الطريق للسفاره. طيب لو ريدي يبقى انا لا، وانا مش عارف يبقى انا نايم قوي بقى واتحددت لي مقابله والملف راح السفاره. وطبعا يعني الكلام ده مش منطقي يحصل ابدا لحد مصحصح ومتابع حالته. خلاص، دي طريقه بسيطه لازاي نشيك على الحاله بتاعتنا. تمام، اتمنى تكون مفيده، ولو في عندكم اي اسئله برضو اكتبوا لي.